بص يا جماعه الشباب حبايب قلبي، سواء انت طالب في ابتدائي او في اعدادي او في ثانوي، انت عايز تعرف نظام مذاكره كويس. انا هقول لكم طريقه على فكره حلوه جدا للمذاكره. مستر احنا بنذاكر في اليوم 10 ساعات، في يوم بنأخر خالص مذاكره. طب بصوا يا جماعه، احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا لسه في اول الدراسه اهو، او لسه الدراسه ما بداتش. هقول لك نظام حلو جدا تبدا مذاكره بيه من اول دلوقتي. هتلاقي نفسك هتوصل لحد اخر السنه او اخر الترم هتقفل المواد كلها وتبقى كويس. النظام ده عباره عن ايه؟ انا عن نفسي كنت بستخدم النظام ده في المذاكره. انا متخرج من كليه التربيه، قسم ماث، جيد جدا مع مرتبه الشرف، وطالع الرابع على الكليه. تمام؟ وكنت هشتغل معيد، بس هم خدوا معيد في الكليه اللي جايب امتياز. انا كنت تحتيه على طول، فما اشتغلتش معيد ولا بحب مهنه التدريس، فانا اشتغلت مدرس، عاجبني ماث، بحب اشتغل مدرس ماث. طيب اصحابي يقولوا لي ايه؟ يقولوا لي انا بيه احنا ما بنقولكش تذاكر خالص يا ابني، ومع ذلك انت كل سنه تجيب تقدير وبتطلع تاخد ترتيب على الكليه عندنا. هقول لك انا كنت بذاكر ازاي. اولا رحلات كنت بطلع رحلات، فسح كنت بطلع فسح، خروجات مع اصحابي كنت بخرج مع اصحابي، بنروح نلعب كوره، كنت مشترك في الرياضه على فكره، كنت بلعب تمارين كتيره جدا، بلعب تمارين رياضيه، مشترك كاراتيه ومصارعه وملاكمه ورفع اثقال وكمال اجسام. كنت واخد على فكره بطوله جامعات. لما دخلت كليه التربيه دخلت بطوله رفع الاثقال وخدت مركز ثاني على مستوى الجامعات. يعني بقضي حياتي يا جماعه، مش راجل دود الكتاب. طب انت عايز، ومع ذلك كنت بذاكر وبجيب تقدير. طب اقول لك بتعمل ايه؟ انا عايز من حضرتك تبدا من اول يوم كده مذاكره، مثلا من النهارده تقول انا هذاكر في اليوم 3 ساعات. في اليوم 3 ايه؟ في اليوم مستر كده 3 ساعات، وبقيت اليوم يا عم براحتك. اتدلع والعب وهيص زي ما انت عايز. طب مستر 3 ساعات ازاي؟ هقول لك. انت عندك ان انت عندك 6 مواد. نفترض انت عندك 6 مواد، عربي وانجليزي ودراسات وماس وساينس وانجليزي مستوى رفيع تقريبا، صح؟ 6 مواد اهو. فبالله يا مستر احنا عندنا 5 مواد، فيا مستر احنا عندنا 6 مواد، 7 مواد، ايا كان. انا عايزك تدي نفسك كل ماده نص ساعه كل يوم. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انت عندك في واجب في الماث النهارده، خدت هوم ورك في الماث مع المدرس بتاعك. طيب تعمل ايه؟ عندك واجب ماث مثلا 20 مساله. انت المشكله انك بتيجي ايه؟ تفضل راميهم طول الاسبوع، وتيجي قبل حصه مستر نبيل وتقول انا هقعد احل 20 مساله ما لحقتش اخلصهم، فبالتالي بتراكم الموضوع عليك، تيجي في الاخر نفسك تسوحت. ما بعملش الواجبات بتاخر عليا، المنهج اتكوم عليا، اجي بقى في اخر السنه اقعد اذاكر بقى، عايز اسهر ليل ونهار واطبق 3 4 ايام بذاكر ماث، 3 4 ايام بذاكر ساينس، بذاكر انجليزي، وتنسى في الاخر هنكت والدنيا ضاعت منك، سواء انت في ابتدائي او في اعدادي او في ثانوي. خلي ده نظام مذاكره ليك طول حياتك، حتى لما ربنا يكرمك وتخش الجامعه. انا كنت بعمل كده والله. بتعمل ايه؟ انت عندك 6 مواد، قول مثلا هذاكر 3 ساعات. مثلا النهارده مزاجي ان انا ابدا من الساعه 4 مثلا 4 العصر، يعني انا اذاكر من 4 و5 و6 بس 3 ساعات. طب قبل 4 انت بتعمل ايه؟ ماليش دعوه بيك، اعمل انت عايز تعمله. طب بعد الساعه 6 انت بتعمل ايه؟ ماليش دعوه بيك برضه. براحتك. شوف يا عم، ايه ده مستر بتهزر؟ هم 3 ساعات بس. هتعمل ايه بقى؟ انت هتذاكر مثلا من الساعه 4 لحد 4 ونص ماث. طب من 4 ونص ل5 ساينس مثلا، يعني تقسم براحتك. طب من 5 ل5 ونص انجليزي، من 5 ونص ل6 دراسات، من 6 ل6 ونص عربي، من 6 ونص ل7 الماده الاخيره. يبقى انت كده ذاكرت 6 مواد في اليوم. فعلا يا مستر انت بتهزر، ده مستر نبيل مديني هوم ورك 20 مساله، انا لما اذاكر نص ساعه اخلصهم. لا، هتخلص قد ايه مثلا في النص ساعه دي؟ انا ذاكرت مثلا من 4 ل 4 ونص ماث، اول ما تيجي 4 ونص اقفل الماث وشيله. طب انت حليت قد ايه في الماث في النص ساعه دي؟ يا مستر حليت 5 مسائل، 4 مسائل، 3 مسائل، 6 مسائل، على حسب قدرتك ومجهودك. تمام؟ طب انت خلصت النص ساعه بتاعت الماث، خلاص خلصت مسألتين او 3 او 4، الباقي هيتعمل امتى؟ ما هو انت بكره عندك برضه في نص ساعه للماث تكمل فيها، بعده نص ساعه ماث تكمل فيها، وكذلك بالنسبه للساينس للدراسات. مستر مديني واجب ساينس، انا النهارده عندي نص ساعه ساينس، اعمل ايه؟ اخلص فيها جزء من الواجب. طب بعد كده بكره النص ساعه بتاعت الساينس هكمل على اللي انا وقفت عليه. والدراسات والانجليزي هتلاقي نفسك في اليوم في خلال ال3 ساعات دول بتلف على المواد كلها، بتذاكر المواد كلها في خلال 3 ساعات. تمام؟ بكره 3 ساعات تانيين بتكمل على اللي انت عملته امبارح. طب بعد بكره 3 ساعات كمان بتكمل. طب مستر انا ذاكرت مثلا سبت وحد واثنين وثلاث، النص ساعه بتاعت الماث مثلا، هتكلم عن الماث، النص ساعه بتاعت الماث ذاكرت السبت والحد والاثنين والثلاث، خلصت الواجب بتاع مستر نبيل.
ناقص لي الاربع والخميس والجمعه، مش لاقي حاجه اعملها، اخد اجازه. اجازه ايه؟ هو في حد بياخد اجازه في الاجازه؟ انت على فكره انت كده ما بتذاكرش، انت كده مأنتخ. عايز تنتخ في الانتخه؟ طب مستر يعمل ايه؟ مش انت بتاخد نص ساعه كل يوم؟ خلصت شغل الماث مش لاقي حاجه اعملها، ممكن النص ساعه بتاعت اليوم اللي هو الرابع او الخامس او السادس ايا كان، يعني افرض واحد مثلا خلص سبت حد 2 3 4 خميس وناقص له يوم الجمعه، لا ما تريحش، النص ساعه بتاعت يوم الجمعه دي بالنسبه لماده ماث او ساينس انت خلاص تمام، اعتبرها مراجعه. يعني راجع على اللي انت خدته طول الاسبوع او انت ذاكرته. اعتبرها يا عم مثلا في فيديو مستر منزله على اليوتيوب على درس معين انت هتتفرج عليه على الفيديو ده في النص ساعه دي، تمام؟ طيب واحد لسه، طب ما اتفرجت على الفيديو في نص ساعه وحليت الواجب كل يوم كل يوم كل يوم، خلصت كل ده عملته في 3 4 ايام، بقيت الاسبوع اعمل ايه؟ حبيبي حتى لو هتعيد على اللي انت عملته تاني، لو هتراجع على اللي انت عملته تاني، راجع على اللي انت عملته تاني. واحد يا مستر يعني يا جماعه المراجعه دي مهمه جدا، انا مفيش انا هاخد اجازه، اصل انت بتذاكر 3 ساعات في اليوم، عارف يعني 3 ساعات في اليوم؟ يعني كانك يعني بابا اليوم 12 ساعه، انت هتنام منهم كام ساعه؟ اليوم قصدي 24 ساعه، قول انت هتنام منهم 12 ساعه. يا نهار ابيض 12 ساعه؟ ايه ده يعني يوم 24 ساعه انت هتنام 12؟ نام 12 ساعه، يتبقى لك كام من ال 24؟ هيتبقى لك 12 ساعه صح؟ طب قول انت ال 12 ساعه دول هتروح تحضر فيهم درس ماده معينه. الماده اللي انت هتروح تحضرها دي انت بتروح تاخد الدرس مثلا ساعتين، وقول رايح في الطريق ساعه وراجع ساعه، يعني انت مثلا تاخد درس في بلد ثانيه غير البلد، تمام؟ يبقى كده الدرس ساعتين، وساعتين رايح جاي يبقى 4 ساعات، من ال 12 ساعه المتبقيين يتبقى كام؟ 8 ساعات. هتقول مثلا ال 8 ساعات دول هتعمل ايه؟ هقول لك على فكره حلوه، ال 8 ساعات المتبقيين لك دول خد منهم 5 ساعات انتخب، ده على اساس انك انت نايم 12 ساعه ما انتختش يعني. يتبقى كام من 8 ساعات؟ هيتبقى لك 3 ساعات ذاكرهم. طب في واحد يقول لي مستر معلش انا ماليش طولة بال، ما اقدرش اقعد 3 ساعات على بعض، يعني تصدق سيبت عليا؟ طب هقول لك حل، ما بتقدرش تذاكر 3 ساعات ورا بعض؟ فكره حلوه جدا، قسمهم على اليوم كله. بقى مثلا قسمهم ازاي؟ يعني مثلا اول ما تصحى من اليوم ذاكر ساعه، في نص اليوم ساعه، في اخر اليوم ساعه، ادي 3 ساعات. بس الساعه بتاعت الصبحيه دي اقسمها نصين، نصها ماث ونصها ساينس. طب الساعه اللي في نص اليوم اقسمها نصين، مثلا نصها عربي ونصها انجليزي. الساعه اللي في اخر اليوم اقسمها نصين، نصها دراسات نصها مش عارف الانجليزي اللي هو المستوى او الماده الثابته اللي انت بتاخدها. طب يعني مثلا باخد 5 مواد بس، خلاص يبقى انت عايز ساعتين ونص، ما هي نص ونص يبقى ساعه، ونص ونص يبقى ساعه، ونص ساعه. طب في واحد يقول لي مثلا انا حاولت امشي بالنظام دوت بس حسيت النص ساعه مش كفايه لماده معينه، يعني في ماده نص ساعه مش كفايه، يا عم مش هيجرى حاجه، خلي الماده دي 45 دقيقه، يعني خلي الماده كلها نص ساعه والماده دي 45 دقيقه، مش هتفرق معاك في حاجه. يا عم مشي نفسك بنص ساعه الاول. انا كنت بعمل كده يا جماعه، انا كنت اخش اوضتي وما كنت طالب اقفل عليا الاوضه الساعه مثلا كام؟ الساعه 1، اقول يبقى انا مش هاخد من الاوضه دي 1 2 3، يبقى الساعه 3 افتح الباب واخرج. خرجت الساعه 3 شكرا مفيش مذاكره تاني، ليه؟ لان انا حطيت المواد بتاعتي قدامي، عربي انجليزي دراسات، باخد مثلا عربي من الساعه 1 يبقى 1 ونص شكرا، الماده اللي بعديها من 1 ونص ل 2، الماده اللي بعديها من 2 ل 2 ونص، بعد كده من 2 ونص ل 3، بعد كده من 3 ل 3 ونص، بعد كده او من 2 ونص ل 3 او من 3 ل 3 ونص على حسب الوقت اللي انا مديه، المهم نص ساعه لكل ماده. قليل دائم خير من كثير منقطع. في نظام مذاكره، في واحد طالب بيقول لك انا عامل برنامج مذاكره بقى، بص انا عايز اكسر الدنيا. طب ايه برنامج المذاكره بتاعك؟ يقول لك انا هذاكر النهارده ماث، بكره انجليزي، بعده دراسات ماث، السبت ماث، الحد انجليزي، الاثنين دراسات. ده غلط. ليه بقى؟ لان حضرتك على ما يخلص الاسبوع وتيجي ترجع لماده الماث تاني هتكون سايبها بقالك اسبوع، انت نسيت انت ذاكرت ايه. انت ذاكرت مثلا اول يوم السبت ده ماث، قعدت تذاكر 3 4 ساعات. 5 ساعات ماث. ذاكرت الماث في 5 ساعات. بعد كده اليوم التاني خليته الدراسات اللي بعد كده. طب ما انت لما تيجي ترجع للماث تاني مش هتذاكر 5 ساعات، انت هتحتاج 20 ساعه، ليه؟ عشان عايز تفتكر ال5 ساعات انت ذاكرتهم قبل كده. ده نظام خطر. بلاش تخلي كل يوم ماده. خلي كل يوم تلف على المواد بتاعتك كلهم، 5 مواد او 6 مواد تلف عليهم كل يوم نص ساعه نص ساعه نص ساعه. لو مشيت بالنظام ده لحد ما توصل لاخر السنه او نهايه او الترم الاولاني نفسك مرتاح جدا. عارف هتعمل ايه بقى؟ طب مثلا انا خلصت الماث وخلصت انجليزي وبنجهز بقى للامتحان بتاع نص السنه اهو، خلصت المواد كلها مع المدرسين والمذاكره وكل حاجه. عارف ايه اللي هيحصل؟ اقول لك على نظام جميل جدا بقى برضه نفس النظام. انا مثلا خلصت المواد بتاعتي اهو وناقصين على الامتحانات مثلا اسبوعين او 3. بص نظام جبار، والنظام ده ينفع لثانويه عامه.
الطلاب بتوع ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي انا عايز احط نظام مذاكره ينفع لك جدا النظام ده، بس ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي ممكن ما تخليهاش نص ساعه، ممكن تخليها ساعه الا ربع لكل ماده عشان يبقى ايه؟ يبقى الوقت بالنسبه لك انف تقدر تخلص كل حاجتك فيه. اللي هم ثانيه او ثالثه ثانوي. حسيت ان انت مثلا نص ساعه كفايه براحتك، بس انا بقول لك يعني هتعمل ايه بقى؟ انت طالب ثالثه اعدادي، طالب ثانوي، يا عم حتى لو انت طالب في ثالثه رابعه ابتدائي هتعمل ايه؟ انا خلصت خلاص المنهج بتاعي، الماس والدراسات والانجليزي والصيانه، كل ماده خلصت اهي، وجيت بقى في الاخر فتره المراجعات، اهم بقى فتره. دي بقى اللي النظام فيها هيبقى جامد جدا، ليه؟ انت هتذاكر كل يوم نص ساعه، النص ساعه دي في كل ماده شامله ايه؟ انك تخلص امتحان في الماده. يعني مثلا او مثلا طب مستر ما هي نص ساعه مش هخلص فيها امتحان ماث، لا هتلحق ان شاء الله. لو انت شغال معايا النظام بتاعي احنا بنحل امتحان من اول ما بنبدا المنهج، بنبدا نتمرن على الامتحان من الاول. فكلكم بتيجوا في الاخر بتقولوا يا مستر انا معاك في الماس بقدر احل الامتحان في نص ساعه، ما شاء الله حاجه كويسه، وانا عارف ان ولادي كلهم كده. طب مستر معلش انا طالب ضعيف شويه فالنص ساعه ما بلحقش اخلص فيها امتحان ماس، خلاص يا عم حل نص الامتحان وبكره في النص الساعه الثانيه كمل بقيه الامتحان، انت حليت الامتحان على يومين. طب تعالى نتكلم الاول على الطالب اللي بيحل الامتحان في يوم. انا النهارده ذاكرت 6 ساعات اهو. نص ساعه حليت امتحان ماس، نص ساعه امتحان انجليزي، امتحان ساينس، امتحان دراسات، امتحان عربي، امتحان مستوى. تمام؟ 3 ساعات اهو زي الفل. طب اليوم اللي بعديه 3 ساعات هتخش على الامتحان الثاني في كل ماده، بعد كده الامتحان الثالث في كل ماده، بعد كده هتلاقي نفسك لما يخلص الاسبوع اللي هو 7 ايام هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك خلصت في كل ماده 7 امتحانات. يعني مثلا الماث انت ذاكرت كل يوم نص ساعه خلصت فيها امتحان، على ما خلصوا ال7 ايام بتوع الاسبوع انت خلصت 7 امتحانات ماث. على فكره 7 امتحانات ماث ده انجاز جامد جدا. طب لو ذاكرت كمان اسبوع خلاص 7 امتحانات ماث كمان يبقوا 14 امتحان ماث، و14 امتحان ساينس، و14 امتحان انجليزي، و14 امتحان دراسات، و14 امتحان عربي. طب مستر لو واحد بيذاكر الامتحان على مرتين، يعني النهارده عمل نص ساعه خلص نص امتحان وبكره كمله عادي جدا، هتبقى انت حليت نص الكميه اللي حلها زميلك وبرده مش وحش، حلو. بس انا من رايي لو تقدر تبقى سريع شويه بالتمرين، بس انت لو مش على النظام ده من اول سنه تلاقي نفسك في الاخر فاهم تعمل كده. هتلاقي نفسك لو قعدت اسبوع واحد بس مراجعه انت نفضت المناهج بتاعتك كلها. عملت ايه؟ عملت 7 امتحانات في كل ماده. طب مثلا لو انا ذاكرت اسبوعين مراجعه هتلاقي نفسك ذاكرت اسبوعين يبقى عملت في كل ماده 14 امتحان. طب لو ذاكرت 3 اسابيع مراجعه قبل الامتحان عملت 21 امتحان في كل ماده. حبايب قلبي ده نظام مذاكره اسمه نظام الطيبات بتاع مستر نبي، زي نظام الطيبات كده بتاع الدكتور الله يرحمه، اللي هو الدكتور العوض. مستر نبي عامل لك نظام اسمه نظام الطيبات في المذاكره، امشي عليه صدقني هترتاح. ولو عندك اي حاجه في النظام ده انا كنت ماشي بيه على فكره وكنت متفوق جدا في الدراسه، وكنت مع ذلك بستمتع بوقتي، بلعب، بخرج، بروح النادي، بحضر تمرين، بطلع رحلات، بنزل العب كوره مع اصحابي تحت. الدنيا كانت حلوه معايا جميله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا شباب. ثانك يو.